انا النهارده عامل على عربيه كبده في عين شمس لمده يوم واحد. هلك انا مش قادر، انا فصلت. لا الموضوع غريب. حتى فتحه السندوتش ليها طريقه، تحط صباع من هنا وصباع من هنا. الواحد من الحراره ايده باشت. لو بصيت في ايديهم بص، بص بالله عليك، بص، ولا الهوا ولا الهوا. يجي واحد ينظف برضه بيتعب في شغله قد كده، ترابيزه واثنين وثلاثه. انت متجوز اصلا ولا انتوا يا جدعان حاسين ان انتوا مبسوطين عموما ولا لا؟ هل بقى وسط كل الضغط والناس اللي واقفه والكلام ده كله هنقدر نطلع كل السندوتشات دي في وقت قليل ولا لا؟ ده فكره انك تشيل اكل الناس بعد ما تاكل، دي برضو فكره تانية خالص. قول لي يا حبيبنا عايز ايه؟ واحد كفته بلدي. انت بتيجي هنا بالك قد ايه؟ احنا وقت الضغط هنشوف هيحصل فينا ايه، وهنشوف احنا بقينا صراحه بعد ما يعلمنا ولا لا. كده معلقتين توم. طبعا الزيت، الزيت ما اقولكش، انا عينيا مش قادر. انت بتقعد طول اليوم بقى قدام الزيت، انت عينك قدام جالها النار، مناعه. قدام الكلام. استنى الكبده تستوي عندك قد ايه؟ الكبده عامه 10 دقايق بتستوي، اقل من 10 دقايق كمان. اقل من 10 دقايق. طبعا انا شغال كده كده الكبده تستوي، اي حد يطلب مني وانت حاجه. بتطلع الاوردرات معاها. ايوه بطلع. اهم حاجه قلب الكبده كلها عشان تشرب الزيت والثوم اللي نزل عليها. احنا كده كده بننزل عليها ببهارات ولا؟ كل ده هينزل دلوقتي. انا كنت فاكرها شغلانه اسهل من كده بكتير، بس شكلنا هنتعذب. الدنيا حر موت. فيعني يا جماعه انا كنت فاكر ان هو بتيجي تاكل سندوتشين وتتكل على الله، طلع الموضوع قصه. كل الزبون بقى ما يستحملكش 3 دقايق على بعض، ما يعرفش انت واقف حاسس بايه ولا ايه اللي جواك، ويقف هنا ما يقفش دقيقتين هنا ويفضل يستعجلك. احنا وقت الضغط هنشوف هيحصل فينا ايه، وهنشوف احنا بقينا صراحه بعد ما يعلمنا ولا لا. عايز اقول لكم انا حاسس ان بعد اللي انا بعمله ده، بعد كميه الثوم اللي دخل في مناخيري والفلفل، انا بعدها على المستشفى. بيحتاج سرعه بجد، مش اي حد بيعرف يعملها عشان تمشي كل الناس دي. لو واحد زيي كان قعدهم مثلا على الاقل لحد بالليل عشان يطلبوا بس حتى طلب لوحده. جايبين ميه من كل حته. الشغلانه فعلا مرهقه، وبجد الناس دي بتتعب وبتستحق كتير قوي انك تقف جنبها او تدعمها زيهم زي غيرهم. فانا كنت مقرر ان انا اشتغل على عربيه كبده وفاكر ان الموضوع سهل، بس الموضوع حبيبي، بس الموضوع فعلا مش سيء، هو متعب قوي. فهنكمل لسه ونشوف بقيه الفيديو والاكل بيعملوه ازاي، وهي تجربه وبنكملها لاخر اليوم. طش الثوم قتلت السجق. تعالى كده بس عايز اسالك على حاجه، عايز بس اعرف ايه الفرق بين السجق البلدي والمستورد، وانتوا بتستعملوا ايه عموما؟ وعامة مفيش حد بيشتغل بسجق بلدي، تمام. خلينا واضحين. اشمعنى؟ مفيش حد هيجيب لك سجق بلدي الكيلو مثلا ب 600 جنيه ولا 550 جنيه منطقي. بس. بس احنا بنجيب حاجه شركه نظيفه، مصنع نظيف. تمام، عشان كده عليكم كل عشان الزحمه كده الكبيره دي. هي كده كده الزبون مش عبيط دلوقتي، يعني الزبون عارف مثلا طعم السجق ده عامل ازاي، وطعم نظيف، طعمه رديء، طعمه مثلا مصنع معمول تحت السلم، طب مصنع انا نظيف. هسالك سؤال تاني، ما بتتعبش من الحراره اللي انت واقف فيها دي؟ طبعا بنتعب بنبقى بص يعني مش انت قادرين، يومك مش مستعملين بيمشي الهدوم اللي ازاي؟ علينا. يومك يعني بيمشي ازاي؟ يوم بيمشي زي ما انت شايف كده، طول اليوم على تخلص كده. تطلع تتقتل تنام، تطلع تقتل طول اليوم على كده. وتصحى تاني يوم على نفس الكلام ده. مثلا علامه وعارف عليه. للدرجه دي؟ موت صعبه. انت متجوز اصلا ولا؟ لا مش متجوز؟ لا مش متجوز. لو متجوز تلحق تشوف عيالك حتى في القصه اللي انت بتعملها دي كلها؟ هو كده كده اجباري غصب يعني. هو انا عامه اي شغل، ما انت كده كده بتتعب في اي شغلانه، واي شغلانه بتاخد منك وقتك وتاخد منك يومك كمان، مش وقتك بس. ده زيت. خلاص كده لو بتروح الجيم ما تجيش هنا، ما حتى في يوم الفري ما تجيش هنا. انزل بالفلفل نفس اللي بنعمله في الكبده، بس فرق ده تقريبا حطينا طماطم صح كده. ده فرق الطماطم. الناس يعني صور كده الناس، بص الناس قد ايه، صور كده الناس اهو. ده الناس كلها مستنيه كميه الاكل ده بفارغ مش قادر اتكلم يا جدعان والله، بفارغ الصبر. يعني دي بنسيبها تتحمص الاول سنه لسعان كده على الجريل تلسع، وبعد كده سنة. عب سنه في السندوتشات، بعد كده عب. يا باشا بقى. شايفين الميه؟ مش قادر. هم ما شاء الله الله اكبر عليهم ما نزلهمش نقطه من كتر ما هم متعودين. فانك تغير شغلك وتيجي تشتغل حاجه تانية لمده يوم واحد، يمكن دي من اصعب التجارب اللي هعملها. لسه في تجارب تانية كتير، فكمل معايا. لا جيم بقى ولا ان انت تبقى بتتعب في حياتك او بتعمل او بتسوي. الناس دي بجد شغلانتها او في ايا كان الشغلانات اللي بتبقى في الشارع دي مرهقه بشكل مش طبيعي. فانا قعدت شويه معاهم كام ساعه، حاسس ان انا جايب ميه من كل حته، هدومي باظت، ريحتي بقت زيت، ايديا باظت من طشه الزيت. الناس دي بتتعب بشكل مش طبيعي. هلك انا مش قادر، انا فصلت عشان شويه كنت فاكرها عربيه كبده عاديه، بس لا الموضوع غريب. الناس بتخلص اكل على الترابيزات وتسيب كل حاجه زي ما هي. بيجي واحد ينظف برضه بيتعب في شغله قد كده،
ترابيزه واثنين وثلاثه. فالموضوع فعلا يا جدعان بيبقى هلك انك تشيل كل ده وتخلص في كل ده. انت قاعد شغالين يا جدعان هنا بقالكم يعني وقت قد ايه في الصاله؟ 12 ساعه مثلا. 12 ساعه كتير قوي. فكره انك تشيل اكل الناس بعد ما بتاكل دي برضو فكره تانية خالص. لازم نقدر شويه اللي احنا فيه والنعمه اللي احنا فيها. الواحد من الحراره ايده باشت. لو بصيت في ايديهم بص بالله عليك، بص ولا الهوا ولا الهوا. في كل مكان في بيئه شغل، الناس اللي انت شغال معاها اهم من الشغل. لو انت مش مرتاح في مكانك والله العظيم عمرك ما هتطلع شغل. المكان فزي ما كانك شغال في شركه، شغال في بنك، شغال في مصنع، كله شغال في الاخر. انت كده كده غير انك شغال في حاجتك، بس برضو الناس اللي شغاله معاك تفرق انك تنقيهم صح عشان تبقى برضو مبسوط في اللي انت بتعمله. وده انا خدت بالي من ان هم فيهم كيمياء ما بينهم وما بين بعض وهم شغالين. كل واحد عارف هو بيعمل ايه. فانتوا بتختاروا الناس ازاي عموما؟ واحنا يعني انت مختار حد يشتغل معاك اهم حاجه بالنسبه لك وهو شغال معاك ايه؟ اهم حاجه أهم حاجة. الامانه في الشغل، ماشي. الامانه ومقابله الزبون، يتقي ربنا في الشغل وضميره. وفي اللي بيعمله. لا بس انتوا ما شاء الله سرعه. يعني انا مش متوقع ان انا اخلص يومي هنا وابقى مخلص وانا ايديا سريعه. بس برضه هنشوف في اخر الفيديو. واحنا واقفين جالنا زبون بيقول لك ده هو من صحاب العربيه وليه فيها كتير. فانا بس عايز اساله سؤال واحد. انت بتيجي هنا بالك قد ايه يا عم محمد؟ لا انا اعرف الناس دي من ساعه ابوهم الله يديله الصحه، من 25 سنه. 25 سنه وبيقول لك العربيه فاتحه بقالها 30. انا عايز اقول لك احنا واقفين الناس عماله تيجي وتروح، الناس تيجي وتروح، الله اكبر الله اكبر. وعشان كميه الزباين دي يا جدعان اي حد فوق ال 30 سنه اكله على حسابي النهارده. اتفقنا. اتفقنا العظيم يا جدعان. هي ما بالاكل، هي باللمه والناس اللي بتحب الاكل. والناس دي كلها مش واحد جاي يجرب سندوتش مره ولا اتنين ولا تلاته. زي ما بيقول لك كده حب الناس. حب الناس يخلي طعم الاكل نفسه حلو من غير اي حاجه. كمان يحببوك في الاكل فيخلي نفس الاكل نفس الناس اللي بتعمل الاكل نفسها في حته تانية. فشكرا لكل واحد بجد بيجي هنا. انا كمان جيت هنا مره واثنين وثلاثه. انا مش بس جاي اعمل الفيديو. فالله اكبر عليه المكان تحفه. حتى الناس يا جدعان من غير والله ما اقول اي حاجه ومن غير اعلان، انتوا يا جدعان حاسين ان انتوا مبسوطين عموما ولا لا؟ كده قلب بدي تقلب بس وتربع كده دي مستويه. فانت لو سبتها تمام يا كده مستوية. تنشف معاك. انت بس بتنزل عليها تحطها في الطبق، تنزل عليها بالكبده او السجق بتوعك اللي انت وتمام. عايزه كبده بقى، سجق صوابع، كبده قوانص، تمام. شكل الكبده بالليل، اي حاجه انت عايزها. انت بتغرف غرفتين بتلمهم كلهم في الطبق. خلص وبعد ما تخلص تنظف المكان اللي انت فيه عشان ما يسمعش في الاكل اللي بعديه ويبوظ الطعم. فين الزباله؟ اي محل كبده في مصر عندهم حاجه اسمها الويسكي. دي بتبقى ميه سلطه على كده. ما ينفعش ما تنزلش مع اي طلب. اتفضل يا باشا. ولا انتوا عندكم اصلا؟ ما خدتش يا باشا. حبيبي لا خدت يا باشا. قول لي يا حبيبنا عايز ايه؟ واحد كفته بلدي. واحد كفته بلدي. انت بتيجي هنا بالك قد ايه؟ بقالي سنتين. بالك سنتين؟ وما فكرتش تغير المكان خالص؟ لا. احلى واحد كفته بلدي هتاكله من ايدينا. هياخد الشنطه اهي، الشنطه اهي قدامك، حط فيها الاكل والمخلل. ما انت بتشد طلع مع بعض. الاوردر ده كده 70 جنيه. مين انت؟ فين هي ميه سلطه؟ واحد ميه سلطه. بنتعلم بس بنفهم برضو فين الاماكن والحاجه وكده. ايوه ده واحد كفته. اللقطه بقى بتاعت النار اللي ولعت فينا دي كلها بتعمل بيها ايه مثلا؟ شغل الشغل، تعمل شو يعني عشان الناس تيجي وكده. برضه الناس ذكيه عارفه بتتعامل ازاي. من المواقف الغريبه اللي انا شفتها هنا في واحد جايب اكل من بره اصلا وجاي ياخد ميه سلطه. تعالى كده وريني. جاي ياخد طبق ميه سلطه من هنا وهيمشي. هو اصلا حاطط في شنطته اكل من مكان. جايب منين؟ جايب فول وطعميه. فيا جدعان والله العظيم الناس هنا سكر زي العسل. محتاج ايه؟ كم؟ 5 كبده فرنسي. قول لي انت بتيجي هنا بالك قد ايه؟ انا باجي بقالي سنتين. وكلكم بتيجوا هنا بقالكم سنتين؟ ماشي يا باشا. احلى 5 كبده فرنساوي دول بتوع الراجل. طب خلاص عايزين نظبطه له كيس مش ورقه. غسل ايدي ما تقلقش. اتفضل يا حبيبي. هات. تعالى يا حبيبنا.
اتفضل. هاتوا بقى الترابيزه دي كده عليكم شويه عشان الناس قاعده. اهم حاجه ميه السلطه طبعا كده كده ما ننساش حبيبي. حتى فتحه السندوتش ليها طريقه، تحط صباع من هنا وصباع من هنا، يعني كل حاجه هنا يعتبر مدروسه. هي تبان سهله بس هي بجد جابت اخر. المفروض الدنيا مشيت معايا وبقيت سريع شويه. تمام اغرف واخلص. واحد مشكل واحد مشكل اللي هو منين ده؟ كبده على كفته على حته يا باشا احلى كبده على كفته وروق عليها عشان ابن الشارع. على حته سمين. انا بس عايز اسالك سؤال، لو انت ما كنتش شغال على عربيه كبده مثلا، كنت ممكن تبقى تحب ان انت تشتغل ايه يعني؟ الشغلانه اللي تيجي في دماغك. يعني انا شغل دايما في التاجر. انا عموما كنت شغال في بنك وسبت البنك عشان افضل حر. اشتغل واتعب وطور والباقي بتاع ربنا، وكده كده في اي حاجه يكرمك فعلا والله العظيم. اسعى هتوصل. دايما محلات الكبده بتقطع القطه بتاعتها بشكل مختلف، والفلفل والطرنشات بشكل مختلف. انا عايزك تعلمني ازاي اقطعها بحيث ان انا كده كده شغال معاكم النهارده. ماشي خلي السكينه ايه مايله كده. تبقى مايله بالشكل ده. كلها تطلع سوا بعضيها. تمام ده اكيد يعني فاهم. بس والله كويس قوي ان انتوا بتهتموا بالحاجات دي. مطاعم كبيره بروحها ما بتهتمش بالكلام ده. بص الوضع كلها ازاي بعدها ازاي. تمام. والفلفل بتقطعه ازاي؟ بس اهم حاجه تمسك شويه. يبقى صباعي من على السكينه بالشكل ده. ماشي الله ينور. من ورا الكواليس بيخلص يقطعه هنا المطبخ الخلفي ويودي للي قدام عشان اللي قدام يكملوا شغل. وقفوني دلوقتي على الجزء بتاع الرز. تعال نشوف هنعمله ازاي. عبي بالشكل ده بص، وتحط عليه الكبده بتاعتك او السجق او ايا كان الطلب بتاعك، تنزل عليهم بحته طحينه، رشه طحينه كده زي ما وريتك في اول الفيديو وودي. بعد اليوم المرهق اللي احنا فيه ده، ساعات بتحس ان انت عايز تطلع تنام وما تنزلش تاني من البيت، او انت تعبت من الشغلانه دي. اكيد كل يوم طبعا الواحد خلاص خلص شغل بتتعب. انت بتعمل ايه في الاجازه؟ برضك اكيد برضك اجازه بنخرج بنروح ونيجي وبتاع. نص اليوم جالنا اوردر دليفري بعد هلك، هنروح دلوقتي نوديه. فتعالوا معايا. بتخش بقى حواري، بتخش زخانيق، بتخش لاجل بس ان الناس تاكل وتدوق وتتبسط. الليل دخل علينا، جبنا الاوردر ده حوالي ده تقريبا ثالث او رابع اوردر نوصله النهارده. اتفضل يا باشا بالهنا والشفا. الله اكبر، الزباين ما بتتعبش، شغالين. ده بقت اسرع شويه. طحينه واحد 2 كبده من غير طحينه، 2 كبده من غير طحينه بلدي. ماشي اهم حاجه السرعه دي، اهم حاجه كنا نركز عليها في التيشيرت. انا عموما اتبسطت معاكم جدا النهارده. انا والله يعني بص الاثنين شبه بعض، انا مش عارفهم من بعض. انا النهارده بجد والله انا لسه كنت بقول لهم انا اتعلمت جدا. من اول ما كنا بنعمل الاكل بنحط الزيت، بنحط بننزل بالكبده على الجريل، المكرونات واحنا بنقطع واحنا بنمسح، كل حاجه اتعلمتها. يوم كان صعب، عمري ما كنت اتخيل خالص ان الشغلانه دي تبقى بالمنظر ده. الله يكون في عونكم. الناس دي لسه واقفه زي ما هي، انا وقفت كام ساعه مش قادر اقف على رجلي. خلص بالليل يعني. ده هم لسه هيخلصوا الفجر. غير بتاعنا بيبدا انت معانا. تمام انا معاكم ان شاء الله. انا كده معاكم بالليل هتشطب معانا وهشطب معاكم. خلصانه فوق كل ده. غير ان انت بس بتعرف تبيع. الناس دي فاهمه يعني ايه تقف في الشارع تبيع وتجيب الزبون باللسان الحلو والتعامل. فالموضوع هنا بجد والله العظيم مختلف في الشارع. تجربه في عين شمس تحفه. يوم طويل ومتعب لكن مليان ضحك وحكايات وخبره استفدتها جديده. فلو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناه، واستنى تجارب تانية كتير.